السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل وصفة عيش فينو جبارة. بصوا طرية ازاي. بصوا ما شاء الله، هشة وطرية وصرغي، حاجة كده منجزة يعني، انجاز، وحاجة مش مكلفة خالص، ويعتبر كل مكوناتها من البيت. بصوا هنفتح واحد كده ونشوفه. بصوا هش ازاي، بصوا مفرغ وكله هوا. بصوا ما شاء الله، يعني ولا حوجة للأفران، حاجة كده من الآخر. مخدش مننا وقت، وسهل وبسيط، مكونات كلها متوفرة في البيت. هنا بصوا انا عاملة حجمين فبفتح لكم التاني. بصوا عامل ازاي، مفرغ من جوه خالص وطري جدا، تسوية تحفة. بصوا عامل ازاي من جوه، حاجة كده والله جميلة جدا، مش مكلفة وسهلة واقتصادية جدا 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 يعني. صلوا بينا على النبي بقى وكفاية كده. تعالوا نخش على الطريقة والمقادير. هنا عندنا بقى كده ايه، طبق كده واسع، هنحط فيه معلقة خميرة، عليهم بقى كده معلقة سكر كبيرة، ننزل بكوباية مية. قلب يا معلم الكلام ده كله ميكس كده، وندوب الخميرة كويس. نفضل نقلب كده لغاية ما تدوب معانا، ونسيبها تختمر كده، نسيبها 10 دقايق لغاية ما الخميرة تتفاعل. هنا عندنا بقى 3 كوبايات دقيق، ايوه 3 كوبايات دقيق بس، عليهم نص معلقة ملح، معلقة كبيرة لبن بودرة. وعلى فكرة ممكن نستغنى عن لبن البودرة لو مش متوفر. هنا بقى كان خلاص عدى ال10 دقايق والخميرة تفاعلت. بصوا الفقاعات دي كده تبقى الخميرة بتاعتي ايه، كويسة وشغالة وهتنجزني. هنا بقى بحط نص الخليط كده دقيق وبقلب. احنا هنحتاج مية تاني اكيد، احنا حطينا بس كوباية مية عشان الخميرة، وفي العجن ممكن نحتاج مية تاني، فاحنا بنشتغل بمية دافية. هنعجن كويس كده. هنا كانت احتاجت معايا ربع كوباية مية كمان، فانا ضفتها كده. خلاص عجنتها كويس. هحط بقى معلقة زبدة، ولو مش متوفرة برضو هنحط مكانها معلقة زيت، وهي النتيجة مفيش اي اختلاف، فاللي متوفر حطوه. هنا بقى عجنت كويس جدا. بصوا العجينة انا عايزاها كده، بصوا شايفين طرية ازاي، بتلزق في ايدي بس مش بتطلع بعجينة. بصوا طرية جدا، وبصوا بتلزق. فهسيبها برضو تختمر بقى ساعة كده ونرجع تاني. هنا بقى بعد ما اختمرت كده وبقت زي الفل، هنعمل ايه بقى كده. شوف بقى العجينة بتاعتنا، بصوا بتلزق ازاي، بتلزق وطرية جدا. دي نجاح يعني ده اللي هيخليها هشة من جوه وطري، العيش طري. يعني لازم أن يكون كده، العيش الفينو مينفعش يكون ناشف، فلازم أن يكون طري قوي على قد ما تقدري، بس ما يكونش يعني عجينة بتطلع في ايدك وبتلزق. فهنقسم الكرات كده، هنقسمها الكرات متساوية حسب برضو الحجم اللي انتي تحبيه. فانا قسمتها كده ل7 كرات، وهبتدي اكورهم بالطريقة دي. كور يا معلم لغاية ما نخلص كل الكمية. هنا خلاص بصوا بطريقة متساوية كده خلصتهم كلهم. فهرش بقى رشة دقيق خفيفة، احنا مش هنزود دقيق كتير عشان مش عايزين العجينة تنشف منها. بصوا هي عمالة ايه، بتلزق، وده اللي احنا عايزينه. فيعني ايه بالراحة كده. التانية كانت المردانة التانية كانت كبيرة عليها، فجبت لها دي كده. بصوا كده نفرد بقى بالراحة كده، نفرد بالطول، ده هيبقى طول الرغيف اللي انت عايزاه. نفرد بقى كده بالطول الاول، نظبط كده. احنا عايزينها عجينة مش سميكة قوي، تبقى يعني ايه، بصوا الرفع ده. وهنبتدي بقى نقلبها كده ونظبط. انت كده خدتي الطول اللي انت عايزاه، فهنبتدي بقى ايه، نظبط الرغيف بتاعنا كده.
كده هنتني بقى الطرف ده كده، وهبدأ بصبعي كده اتك عليها اثبتها كويس. شايفين بالطريقة دي كده هبتدي الفها رول، واقفل كويس جدا الجناب بتاعتي والاطراف دي اقفلها كويس جدا. بصوا بالشكل ده، بس احنا مش عايزين نرسم لها منفذ كده. بصي اقفل الجناب كويس والرغيف الطول اللي انت عايزاه. انا بوريكي الطريقة وانت ايه، انت وراحتك، عايزاه اصغر عايزاه اكبر براحتك، بس عامة الحجم ده ما ترفعيش عن كده، فبندب كويس اوي. انت ممكن كمان تقللي الطول عن كده، هتلاقي معاكي من جوه في لبة وحلو جدا. تيجي بقى اوريكم تاني واحدة برضو هعملها معاكم. نفرد يا معلم كده، نفرد كده بطول الاول، ناخد طول الرغيف اللي احنا عايزينه. بس هي بتلزق، ما تقلقوش، دي على فكرة من نجاحها ان هي تكون بتلزق كده، لو ما لزقتش معاكم كده متبقاش ناجحة. خلاص دايرتها كده، وهبتدي اظبط الرغيف بتاعي، ومش هزود دقيق وانا برش الدقيق، يعني ايه، رشة خفيفة كده يدوبك انها تساعدني بس. وهتني كده، وهثبت بقى بصبعي كده، هفضل اثبتها. نلف رول، نبتدي نقفل بقى كويس الجناب والاطراف كلها كويس جدا. نلم كده الجناب كده، نقفل كويس قوي كده كده، نرول مرة كمان. تمام قوي كده، تمام. نطبطب عليها بقى ونشيلها على جنب. نعمل كمان واحدة برضو، هناخد طول الرغيف اللي احنا عايزينه. بصوا هنا بتلزق معايا، فانا ايه برضو ممكن احط شوية دقيق برضو، بس مش عايزة اكتر، هنا ضايقتني فلا، انت كده تستاهلي شوية دقيق. هروح اعمل كده، اخد الطول برضو اللي انا عايزاه، وابتدي اظبط الرغيف بتاعي. هتني والف رول كده، واظبط برضو وانا بلف كده، بحيث ان كل الجناب تيجي معايا متساوية. ابتدي اقفل بقى كويس قوي كده، مش هسيب لها فراغات جوه عشان متطلعش معايا مفرغة. اقفل كويس، بس نظبط كده، طبطب عليها كده برضو، ونوديها جنب اخواتها. تمام يا معلم، خلاص كده ارتاحي يا حاجة جنب اخواتك. هنا بقى كان عندي، عملت تلاتة كبار، وهنا قلت اقسم بقى واعمل يعني جزء منهم صغير، رغيف صغير، فقسمت العجينة 2 كده. وبرضو هعملها بنفس الطريقة، اخد برضو طول الرغيف اللي انا عاوزاه، يعني عامة يعني متطوليش قوي يعني، عشان يطلع معاكي من جوه فيه يعني لحم وكده، فيه لبة من جوه. هظبط كده الرغيف، وفي نفس الطريقة. هنا بقى سبته يختمر كده برضو زي ربع ساعة او نص ساعة، وبقى عندي بالشكل ده. همسك السكينة كده يا دوبك، هعمل شكل فيه من غير ما اطلع الهواء اللي فيه. ولو عندك موز بقى ايه برضه هيبقى كويس، يبقى يعني يبقى احمى بالسكينة، ما يطلعش الهواء اللي فيه. احنا هنرش بقى ببخاخة مية كده، عشان عايزة ازوقه بقى، واحط شوية سمسم من فوق كده، شوية سمسم، حبة البركة، عايزة تخليه سادة كده يعني انتي وراحتك، بس احنا بنعمل حاجة في البيت فعايزينها بأحسن حاجة يعني.
السمسم طبعا فيه قيمة غذائية عالية، فانا بص عايزين ندخله في اي حاجة للولاد، فانا ما بصدق يعني حاجة زي كده في معجنات ولا حاجة، فبجيبه واخليه عندي احط فيه. هنا كان خلاص بقى جاهز عندي كده، وكنت مولعة الفرن مسبقا سخن جدا على اعلى درجة، وهحطه على الرف الوسطاني بقى يطلع بالمنظر ده. هغطيه بقى في فوطة مبلولة ومعصورة كويس، يعني تبقى مندية كده، واسيبه بقى ايه لغاية ما يهدى معايا. هنا بقى كان خلاص طلع، حشيت جبنة طبعا، قلت بقى ادوق معاكم يا ترى يبقى عامل ازاي واستطار ازاي ان شاء الله. فدقت، لا لا، الكلام كبير. يستاهل بجد التجربة، حاجة كده روعة. بصوا ما شاء الله 3 كوبايات دي عملوا لنا والله عظمة. فيا رب يكون عجبكم، متنسوش لايك وشير وكومنت بقى حلو كده يشجعني. يا رب يكون وصفة خفيفة وسهلة. اشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.